Good afternoon, and welcome to the Council on Foreign Relations. I'm Elliot Abrams, and I'll be presiding today. Unfortunately, Ray Take, my colleague here and co-presider, had to leave the country unexpectedly. So I'm alone in doing this. Brief introduction for our two speakers. The first speaker will be General Anwar Eshki, who is chairman of the Middle East Center for Strategic and Legal Studies, which is a think tank in Jeddah, and he's also a member of the advisory board for the Center for Pakistan and Gulf Studies in Islamabad. He had a career of 35 years in the Saudi Armed Forces, rising to the rank of Major General in a number of capacities during those 35 years. He was here from 1983 to 1985 here at the Saudi Embassy in Washington as an advisor to Prince Bandar, who was ambassador then, and served as legal and strategic advisor to the Council of Ministers after that for 18 years. Then Ambassador Gold will speak. Ambassador Dori Gold is president of the Jerusalem Center for Public Affairs. He was part of the Israeli delegation at the Madrid Peace Conference in 1991, then Prime Minister Netanyahu's foreign policy advisor in 1996 to 7, and Israel's ambassador to the UN 1997 to 1999. And we are getting him in his last few days. Hours of private life. He's about to join the Ministry of Foreign Affairs as Director General. So I would ask General Eshki to lead off. Thank you very much. Thank you. We sit here. We do it sitting. Do you want to stand at the podium or sit here? It's up to you. Oh, okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God, the merciful, the compassionate, I'm proud to be with you in this time. And my friends and colleagues advised me to talk in Arabic and read in the paper. This is, I don't like it, but I have to do with that today. Now, I know about this group before 35 years when I was here in the United States. I know much about that. I would like to talk about briefing about what You want go ahead and speak in Arabic. Yeah. We are prepared. Okay. سوف أتكلم اليوم بشكل مختصر عن ما يجري في الشرق الأوسط وعن التطورات في الأحداث. فأقول بأن أولاً مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية تأسس عام 2002 ليكون مركزاً مستقلاً من شأنه إثراء صناع القرار في القطاعين الأهلي والحكومي بالمعلومات داخل المملكة وخارجها والدراسات لتحقيق الأمن والسلام. في آخر أيام الشاه كنت في زيارة رسمية إلى إيران ضمن طلاب كلية القيادة والأركان السعودية، فوجدت إيران تتقدم حثيثاً، لكن طموحات الشاه باحتلال الخليج أدت إلى سقوطه. وقد صدر في تلك الأيام كتاب يفضح هذه الخطة بعنوان كراش 79، وكان لابد من وجود الخميني كي يكون بديلاً لعلمانية الشاه ليساعد بتوجهه الإسلامي على إخراج الاتحاد السوفيتي من أفغانستان. لكن من ساعد على إخراج الاتحاد السوفيتي وسقوطه هو المملكة العربية السعودية. وللمحافظة على الوحدة الوطنية قام الخميني بأخذ أعضاء السفارة الأمريكية كرهائن
وفي عام 1982 أراد إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من لبنان، فقام بتفجير السفارة والمارينز في لبنان بعد أن قرر تصدير الثورة وإعادة الإمبراطورية الفارسية وإخراج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة. في عام 1982 انتقلت إلى واشنطن بعد إنهاء دراستي في كاليفورنيا للعمل كمستشار لدى السفير السعودي، وقمت بزيارة إلى المركز الإيراني الإسلامي في 7 لاكس في بوتوماك ميرلاند، ووجدت أوراقا ونشرات إيرانية. أخذت واحدة منها يقول فيها الخميني: عليكم بمصادرة جميع المنابر العربية والإسلامية، وقد استولوا على المركز الإسلامي في ماساتشوستس أفنيو بواشنطن ثم أخرجوا منه. في عام 1996 قام الإيرانيون بالتعاون مع السوريين بتفجير أبراج الخبر، قتل فيها 19 أمريكيا، وذلك لإخراج أمريكا من السعودية. بعدها أخذ الإرهاب يستهدف المملكة العربية السعودية. في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي تغيرت أساليب الصراع، فبعد أن كان أيديولوجيا أصبح اقتصاديا، وتشكلت 3 كتل هي الأمريكية والأوروبية والآسيوية. وتقرر أن يكون هناك الشرق الأوسط الكبير، وهذا أدخل إسرائيل وإيران وتركيا والباكستان داخل المنطقة أو داخل الشرق الأوسط. إسرائيل أصبحت معزولة لأنها لم تتجاوب مع السلام، وتركيا استيقظت أحلامها لإعادة المجد العثماني، وإيران طمحت إلى إعادة المجد الفارسي والاستيلاء على العراق وسوريا ولبنان، وإسقاط إسرائيل للدخول إلى البحر الأبيض المتوسط والاستيلاء على أهم المضائق الاستراتيجية مثل باب المندب لتسهيل العمل لها. إن نظام إيران هو عبارة عن مزيج من الديمقراطية والثيوقراطية، بهذا أصبحت السلطات في يد الولي الفقيه، واستخدمت في الوصول إلى أهدافها زعزعة الاستقرار في الخليج والشرق الأوسط وصناعة القنبلة النووية. أما تركيا فهي ديمقراطية علمانية بنفس إسلامي، سعت في الوصول إلى أهدافها عن طريق الثقافة والاستثمار الاقتصادي في الدول العربية، ونجحت بشكل نسبي. حينما أرادت إيران الوصول إلى باب المندب بعد تغلغلها في العراق وسوريا ولبنان، هبت المملكة مع قوات التحالف لإيقاف إيران التي وظفت الحوثي وعلي عبد الله صالح الرئيس السابق لهذه المهمة. فاحتضنت المملكة ودول التحالف الشرعية الدستورية والشرعية الدولية بموجب قرار 22/16 الصادر من مجلس الأمن. وفوجئ الجميع لهذه السياسة السعودية الجديدة. مرت المملكة العربية السعودية ب3 مراحل: مرحلة التأسيس، وهذه تولاها الملك عبد العزيز وأعاد تثبيتها الملك فيصل، وكان الانتماء فيها للقائد. المرحلة الثانية وهي مرحلة التمكين، وهي التي قادها الملك فهد فأصدر نظام الحكم، فحول الانتماء من القائد إلى التنظيم، واستبدل الوطنية بدلا من الرعوية. المرحلة الثالثة مرحلة الانطلاق، وهي المرحلة الحالية التي تنطلق فيها المملكة إلى العمل الإيجابي في المنطقة، فشكلت التحالف وهو ما يفسر هذا التغيير في السياسة السعودية، ووضعت هدفا استراتيجيا للأمة العربية هو الأمن القومي العربي، وبدأت من اليمن وحماية الخليج وإزالة الخلافات وتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط. وفي هذا العهد
عهد الملك سلمان سوف تتحول المملكة إلى مزيد من الديمقراطية ذات المرتكزات الإسلامية. وفي هذه المرحلة أعادت بناء تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى التحالف مع كل من فرنسا وباكستان وبريطانيا وتركيا، مع صداقات مع الصين وروسيا وغيرها من الدول. العمل المستقبلي: لن تكون الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام القادمة هي الدولة الأولى في العالم، فسوف تنازعها الصين بمشروعها الاستراتيجي المعروف طريق الحرير. وقد شاركت أنا في عدة مؤتمرات صينية في الصين وتركيا للبحث فيه، منذ أن أرسى قواعده الرئيس هوشنتاو، فهم يمارسون نفس الأسلوب القاضي بالاعتماد على الثقافة والاقتصاد لممارسة النفوذ. من بيجين مرورا ب65 دولة تشمل آسيا الوسطى وأوراسيا وحافة الأرض ريملاند التي تسير عليها الولايات المتحدة الأمريكية. في الجزيرة العربية هناك حقل نفطي واعد في الربع الخالي سوف يلزم دول مجلس التعاون واليمن أن تتحد لحمايته وحماية مكتسباتها، وهذا الاتحاد سوف يكون على شاكلة أو يجب أن يكون على شاكلة الدستور الأمريكي الذي وحد أمريكا ومنحها الديمقراطية. أما حقل أوغادين الواعد في إثيوبيا فسوف يوحد القرن الأفريقي برئاسة إثيوبيا، وسوف يتم بناء جسر بين القرن الأفريقي والجزيرة العربية، هو جسر النور الذي يربط بين مدينة النور في جيبوتي ومدينة النور في اليمن. وهذا يتطلب عدة أمور: الأول: 1. تحقيق السلام بين العرب وإسرائيل. 2. تغيير النظام السياسي في إيران. 3. وحدة مجلس التعاون. 4. تحقيق السلام في اليمن وإحياء الميناء الحر في عدن، لأن ذلك سوف يحقق التوازن الديمغرافي في العمالة بالخليج. 5. إنشاء قوة عربية بمباركة أمريكية وأوروبية لحماية الدول الخليجية والعربية والمحافظة على الاستقرار. 6. السرعة في إرساء قواعد الديمقراطية بثوابت إسلامية في العالم العربي. 7. العمل على إيجاد كردستان الكبرى بالطرق السلمية، لأن ذلك من شأنه أن يخفف من المطامع الإيرانية والتركية والعراقية التي ستقتطع الثلث من كل دولة من هذه الدول لصالح كردستان. وأرجو التوفيق والسلام في الشرق الأوسط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, General. Thank you. Gold. Well, first of all, I'd like to thank Elliot Abrams and the Council on Foreign Relations for hosting us today. I also want to point out that I have not just come here alone from Israel. I have two very important colleagues with me, Brigadier General Dr. Shimon Shapira, the leading expert, as far as I'm concerned, in Israel on the subject of Hezbollah, and Dr. Colonel Jacques Naria, who has for years served the Israeli government with his knowledge of the Middle East and has made our discussions workable in many respects. Our standing today on this stage does not mean that we have resolved all the differences that our countries have shared over the years, but we hope we'll be able to address them fully in the period ahead. We have been meeting in our capacity as heads